Hello guys, today's video I'm gonna tell you how I would learn English if I could start over. And I'm gonna tell you all the tips and tricks and the things that you have to avoid to improve your English within a short period. So if you're interested, just keep on watching. لما بدأت أتعلم اللغة الإنجليزية في أخطاء كتير جدا وقعت فيها، وللأسف إني بلاحظ ناس كتير جدا برضو بتعمل نفس الأخطاء. المشكلة إن الأخطاء دي كانت بتبطئ من العملية التعليمية بتاعتي بشكل كبير جدا، وكمان ما كنتش بحس بأي تقدم. النهارده في الفيديو ده هقولك أنا لو رجع بيا الزمن هتعلم إزاي اللغة الإنجليزية. يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك، ويلا نبدأ الفيديو. من أكبر الأخطاء اللي كنا بنعملها لما بدأنا إن احنا ندرس اللغة الإنجليزية في المدارس إن احنا كنا بنحفظ عواميد من الكلمات من عربي لإنجليزي بسبب الطريقة الغلط لحفظ الكلمات، وكمان عدم استخدام الكلمات دي. طبعا كل الكلمات دي بتتبخر ولا كأنك حفظت أي حاجة. فخليني أقولك على الطريقة الكويسة اللي ممكن تحفظ بيها الكلمات علشان تثبت معاك لأطول فترة ممكنة، وكمان تتعلم اللغة صح. أول حاجة بنعملها هو إن أنا بجيب نوت بوك صغيرة زي ما انتوا شايفين، وببدأ إن أنا أكتب الكلمة باللغة الإنجليزية وتحتها جملة عن الكلمة دي بدون أي ترجمة نهائي، بحيث إن أنا أعرف معنى الكلمة من الجملة. ولكن لو انت شفت انك مش هتقدر تفهم معنى الكلمة من الجملة، تقدر انك تكتب الكلمة باللغة العربية ولكن في الصفحة اللي قبلها. ساعات احنا بنحفظ الكلمات بنواجه ان في كلمات صعبة مش عارفين نحفظها، ففي الحالة دي نقدر ان احنا نستخدم طريقة اسمها طريقة الفلاش كارد. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنكتب الكلمة وبنرسم صورة تدل على الكلمة دي وبنعلقها قدامنا. من أكبر الأخطاء اللي كنت بعملها أنا وبتعلم اللغة الإنجليزية هو إن أنا كنت بتعلم خلال فترات الأجازة، وأول ما تبدأ الدراسة كنت بوقف خالص. ده كان بيأخر من عملية التعلم بشكل كبير جدا، وبحس لما باجي أبدأ للمرة التانية إن أنا مش فاكرة أي حاجة. ده غير إن أنا بضيع فترة كبيرة جدا من الأجازة بحاول إن أنا أرجع مرة تانية لتعلم اللغة الإنجليزية. أفضل من ده إنك تحاول تنظم يومك وتظبطه وتخلي حتى لو ساعة واحدة بس لتعلم اللغة الإنجليزية خلال اليوم. ممكن بس الفترات اللي تقدر إنك تدي لنفسك فيها راحة هي أيام الامتحانات علشان تركز في امتحاناتك، ولكن بعد كده تحاول انك ترجع على طول في اسرع وقت. تعتمدش بس على الكورسات لتعلم اللغة الإنجليزية، وخصوصا الكورسات الغير تفاعلية اللي مش بتمارس فيها المهارات اللي ممكن تطور فيها لغتك الإنجليزية. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا، علشان تطور لغتك الإنجليزية يبقى لازم تطور مهاراتك في اللغة دي وتخلي اللغة دي جزء من يومك. عشان تعرف تتكلم لغة إنجليزية كويسة يبقى انت لازم تتكلم باللغة دي مع ناس بتتعلم اللغة أو حتى نيتيف سبيكر. وحاول بدل ما انت بتقرأ كتب كلها باللغة العربية، اقرأ كتب باللغة الإنجليزية علشان تتعلم كلمات ومصطلحات جديدة. كمان حاول انك تسمع حاجات كتير باللغة وكمان تستخدمها في الكتابة علشان تقدر انك تنمي اللغة عندك بشكل أسرع. فاوعى تعتمد على انك مثلا عشان حجزت في الكورس بالشيء الفلاني يبقى انت كده هتبقى بيرفكت في الانجليش، لان اللغة بتختلف. أول ما هتكون عندك إحباط هتدخل على اليوتيوب وهتشوف أسرع طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية، وهتلاقي ناس بتقولك اتعلم اللغة الإنجليزية في 3 شهور أو في شهرين، أو حتى في ناس بتقولك إنك إزاي تتعلم اللغة الإنجليزية في شهر. في الواقع النوعية دي من الفيديوهات بتديك أمل لجزء من الثانية، وبعد كده بتاخده منك مرة تانية، لأنك بعد ما بتسمع فيديوهاتهم وبتبدأ تطبق اللي هم قالوه بعد شهر أو شهرين بتلاقي إنك لسه محلك سر ومفيش أي حاجة اتطورت خالص. هتبدأ بقى تحس بالإحباط وإنك أقل من غيرك. فأرجوكم يا جماعة خدوا وقتكم في تعلم اللغة الإنجليزية ومالكمش دعوة بحد. لو عايزين فيديو اقول لكم ازاي انكم تتعلموا اللغة الإنجليزية من الصفر من البيت بدون ما تدفعوا اي فلوس، تقدروا انكم تشوفوا الفيديو اللي هيظهر هنا. لو عايزين تعرفوا ازاي كنت بذاكر مع American English وايه الخطة اللي كنت ماشية بيها، تقدروا انكم تشوفوا الفيديو اللي هيظهر هنا. بالنسبة بقى لو انت عايز تعرف ازاي ممكن تذاكر اللغة الإنجليزية بالطريقة الأكاديمية علشان تجيب في اللغة الإنجليزية درجات عالية، في الحالة دي تقدر تشوف الفيديو اللي هيظهر لك هنا. بس كده يلا نكمل الفيديو. وبما ان طبعا انت شخص مبتدئ فهتدخل كتير على اليوتيوب وهتشوف ايه هي الطرق اللي هتتعلم بيها اللغة الإنجليزية بشكل أسرع، ولكن احنا كبشر يا جماعة لازم تكونوا عارفين ان احنا مختلفين عن بعضنا، وممكن الطريقة اللي تنفع معاك ما تنفعش مع غيرك، وعشان كده كل ما تلاقي انك في طريقة عجبتك وكمان بدأت انك تجربها وبدأت انك تستعملها لفترات طويلة، حاول انك بعد كل فترة انك تعمل اختبار لنفسك علشان تشوف هل في تقدم ولا لا، عن طريق مثلا انك تسجل لنفسك كل فترة وتشوف عندك اللغة تطورت ازاي، او حتى تدخل اختبارات مجانية من على النت وتشوف هل مستواك تطور ولا زي ما هو.
واخيرا حابه اقولك انك لازم يكون عندك عزيمه واصرار انك تكمل في اللي انت بتعمله. عارفه ان هيجيلك فترات احباط وفترات حاسس ان مفيش اي تطور خالص بيحصل، ولكن صدقني ان بيكون في تطور وتطور كبير جدا، ولكن مش بيبقى محسوس بالشكل اللي انت متخيله. ولو التزمت وما وقفتش اللي انت بتعمله بعد فتره هتشكر بجد نفسك انك التزمت بحاجه زي كده وما كسلتش. يمكن تعلم اللغه مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها، ولكن في نفس الوقت هو مش صعب. فخدوا الفيديو ده حافز ليكم انكم خلاص هتبداوا من النهارده، وعايزاكم ترجعوا تقولوا لي بعد فتره انتوا وصلتوا لايه، وان شاء الله هيكون في تطور كبير جدا حصل. وبس كده يكون خلص الفيديو. قولوا لي انتوا بتعملوا كام خطأ من الاخطاء اللي قلناها في الفيديو ده، وكمان يا ريت تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوز اللي جايه، ولايك لان بجد اللايك حاجه بسيطه انت ممكن تعملها ولكن بتشجعني انا بشكل كبير جدا. ويا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا. كل حاجه هتلاقوها تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.